تعال احكي لك النهارده عن قصة عم صابر. عم صابر هو صاحب محل كشري. مرة وهو قاعد كده على الكرسي بتاعه سمع حد من الزبائن المثقفين وهو بيتكلم عن الستيكي فاكتور، وهو انه ازاي البراند بتاعك او المنتج اللي انت بتقدمه يلزق في دماغ العميل او الزبون وعمره ما ينساك ابدا. وهنا عم صابر فكر انه ازاي يعمل كده وانه الناس ما تنساش كشري عم صابر وياكلوا من عنده دايما. عم صابر دلوقتي قدام تحدي كبير انه ازاي ينفذ الستيكي فاكتورز دي على محل الكشري بتاعه. ودي كانت البداية. عم صابر قرر يفاجئ الزباين بتاعته وحط اعلان هتاكل كشري وتخس. الناس هنا استغربت جدا وراحت تجرب. اكتشفوا ان الكشري بتاعه بيتقدم في فنجان القهوة بدل ما يتقدم في الاطباق. النتيجة ان الناس ضحكت واتريقت عليه، بس الناس افتكرت المحل. وده كان اول فاكتور وهو المفاجأة. عم صابر حب يبسط الامور شوية، علق لوحة عليها كلمتين بس: جعان تعالى كل. الناس استغربت البساطة دي، بس ببساطة لقت نفسها داخلة تاكل. النتيجة هنا انه البساطة جابت زباين، وده تاني فاكتور وهو البساطة. عم صابر عمل مسابقة للزباين، لو عرفت تعد حبات الرز في الطبق بتاعك هتاكله ببلاش. في منهم ناس فعلا قعدت تعد الرز بتاعه وفي الاخر خدت الكشري ببلاش. النتيجة ان الناس قضت وقت كبير عند عم صابر واكلت وجربت. وده تالت فاكتور وهو التجربة. عم صابر قرر يكون صريح شويه، حط يافطه كبيره: كشري ابو صابر مش احسن كشري في مصر بس ارخص من اي حد. الناس قدرت الصراحه دي. النتيجه انه ثقه الناس زادت، وده رابع فاكتور وهو المصداقيه. عم صابر عمل حمله كده وقال لك ان كل طبق كشري هو بيساوي تبرع جنيه للغلابه. الناس حست ان هي بتساعد وهي بتاكل. الناس بقت بتاكل وهي مبسوطه. وده خامس فاكتور وهو العاطفه. عم صابر بدأ يجود وبدأ يحكي قصة عن كل مكون من مكونات الكشري اللي هو بيقدمه. إن الشعرية دي جاية بمزرعة عمه في الصعيد، البصل ده من غير دموع علشان أمه كانت بتحكي له نكتة وهو بيخرط. الناس بقت بتيجي عشان تسمع قصص عم صابر أكتر من إن هي جاية عشان تاكل. النتيجة إنه زباين جديد كل يوم عشان يسمعوا القصص بتاعته. وده سادس فاكتور وهو القصة. في الآخر عم صابر المحل بتاعه بقى مشهور جدا في المنطقة. الناس بقت بتتكلم عليه وعن الحوارات اللي هو بيعملها في الكشري. بس المشكلة بقى اللي حصلت إن عم صابر نفسه بقى ستيكي على الكرسي اللي قاعد عليه ومش عارف يقوم الحقيقة. انتوا بقى تفتكر ايه اكتر حاجة خلت عم صابر ينجح بالمنظر ده؟ لو عايز تسمع اكتر او تشوف اكتر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. تابعني في الحلقات الجاية.